هحكي لك بسرعة عن أغرب الأشياء حول العالم. أولا الديك مايك، وده قدر إن هو يعيش لمدة سنة ونص بعد فصل رأسه عن جسمه. العلماء بتقول إن ضربة الفاس ما جاتش بطريقة صحيحة، بمعنى إن هي ما جاتش في الحتة المسؤولة عن إنهاء حياته. صاحب الديك مزارع اسمه أولسن، واعتبر إن مايك معجزة مش هتتكرر تاني أبدا. وقتها اهتم بيه وكان بيأكله الذرة وبيشربوا الحليب عن طريق القطارة، وساعتها لف بيه العالم كله علشان الناس تشوفه على أرض الواقع. وقدر إن هو يجني الملايين من ورا الحكاية دي. ولما الديك اتوفى كانت الحكومة عملت له تمثال واحتفلت بالعيد القومي بتاعه من كل سنة. تاني حاجة هي فصيلة من الكلاب لسانها لونه أزرق، والفصيلة دي موجودة في الصين، ودي أكبر سلة ورد على مستوى العالم. عرضها 6 أمتار والوزن بتاعها 250 كيلو، متعلقة فوق أحد الفنادق بجنوب أمريكا. أما الجدي اللي في الصورة ده فده كان فاز بمسابقة أجمل ماعز في العالم. المسابقة دي بتتعمل في الرياض. والحيوان اللي قدامك دلوقتي هو فصيلة نادرة جدا من الكلاب، بيتميز بالشعر الكثيف وبيطلقوا عليه اسم الكلب الخروف. والنوع ده قوي جدا، بيقدر يدافع عن نفسه ضد الذئاب والدببة. دول أكبر زوجين في العالم كانوا بيحتفلوا بعيد زواجهم. الزوجة عندها 81 سنة، أما الزوج فعمره 106 سنة. إحدى الكلاب في دولة إيرلندا كانت أنجبت 16 جرو، وده بيعتبر أكبر عدد على مستوى العالم. عملية الولادة كانت استغرقت 10 ساعات متواصل. ودي صورة لأصغر مسدس في العالم. سرعة الرصاص اللي بتخرج منه بتوصل سرعتها ل 300 ميل في الساعة، وبتوصل لمسافة 112 متر. في حاجات كتير تم تصنيعها من الذهب، مش شرط الزينة أو الحلقان والغوايش والحاجات دي، زي مثلا العربية الذهب اللي قدامك دلوقتي. وأكيد طبعا بتعتبر واحدة من أغلى العربيات في العالم. ودي شنطة برضو اتصنعت من الذهب. وحتى المناديل اللي صورتها ظاهرة قدامك دلوقتي. مش بس كده، ده كمان في حمامات مصنوعة بالكامل من الذهب عيار 24. أغرب حفلة زفاف حصلت في الدنيا هي اللي قدامك دلوقتي، وطبعا زي ما انت شايفها كده اتعملت تحت المية وكانت الغواصين حواليهم. وده أطول كلب على مستوى العالم تم تسجيله في موسوعة جينيس. هل البطيخ ممكن يوصل للحجم اللي انت شايفه ده؟ في الحقيقة لأ، لكن أكبر بطيخ في العالم بيتزرع في الصين، والوزن بتاعه بيوصل ل 80 كيلو جرام. واحدة بس في العالم كله هي اللي وصلت ل 254 كيلو. لما اتكلمت قبل كده عن متحف المجرمين كنت مستغرب الفكرة بتاعته، ما كنتش أعرف إن متحف المراحيض الموجود في كوريا الجنوبية أغرب منه بكتير. تحس كده إن الأفكار كلها خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. أكيد رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.